السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. يا رب إن شاء الله دايما تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم عملت معاكم حلى الحطب، كتير لذيذة وطيبة. شوفوا ما شاء الله بتشهي، وشكلها بشهي، وطعمها ولا أروع، وشكلها شكل الحطب حقيقي. وعملتها بهاي الديزاين، إن شاء الله يعجبكم. وشوفوا ما شاء الله، حبيت أصورها لكم كمان، وريكم الديزاين اللي عملته. وبدكم الطريقة، تابعوا الفيديو للآخر وما تنسوش لايك وتعليق حلو من عندكم. إن شاء الله يعجبكم فيديو اليوم. وشوفوا الطريقة بسيطة، مكونات كمان بسيطة، وبتقدروا تشكلوها بدكم إياه أنتم. وراح نبدأ إن شاء الله بالمكونات. عندي هنا، نقول بسم الله، عندي هاي بسكويت الشاي. تقدروا تستخدموا أي بسكويت شاي، وكمان في المقادير بالكوباية. وعندي هنا الشعرية الباكستانية كمان، هيها مكتوب عليه، حبيت أوريها لكم بالضبط كيف. واللي مش موجودة عنده الشعرية الباكستانية المحمصة، بيقدر يستبدلها بالسميد. وعندي هنا أنا استخدمت باكت بسكويت، واستخدمت باكت شعرية هاي المحمصة، وأنا طحنتهم وجهزتهم عشان ما أخذش كتير من وقتكم. واللي بده بالتفاصيل أكثر ممكن يكتب لي. وهنا عندي رح نبدأ بالمكونات. عندي هنا أول إشي إجاني أنا باكت البسكويت بعد ما طحنته، إجاني كاستين ونص بالضبط. أنا بس البسكويت هنا بس طحنته وقسته، إجاني كاستين ونص. واللي ما بيحب يقيس بيحط بس باكت كامل. وعندي هنا الشعرية بعد ما طحنتها كمان إجتني كاسة ونص شعرية محمصة جاهزة. وأنا حكيت لكم عندي هين كمان نص كوباية سميد محمص، أنا حمصته. ما بيكون سميد ناعم، بيكون متوسط أو خشن. وحمصته هيك لغاية ما صار هيك لونه على الغاز، عشان اختصر معاكم الفيديو. عندي هنا علبة قشطة راح استخدمها كلها. هي وريتكم المقدار، العلبة علبة وسط، مش كبيرة ومش صغيرة. وهنا راح استخدم معاكم كمان، عندي هنا الحليب المكثف. الحليب المكثف أهم إشي تستخدموا بالمعلقة وتقيسوا بالمعلقة. حطيت أول إشي أنا هين 3 معالق تقريبا. أهم إشي ضلكم حطوا بالمعلقة، كل ما بتعوز العجينة بتزودوا لها. هنا تقريبا حطيت 3 معالق، وخليت لما أعجن هنيت المكونات وأشوفها، ممكن أزود أو أشوف مقدار. أهم إشي ما تتسرعوا وتصبوا الحليب المكثف كتير. أهم إشي تابعوا العجينة بيديكم وشوفوها بدها أو ما بدها، عشان في كمان عنا هنا القشطة كمان سائل. والسميد، من اللي ما عنده الشعرية الباكستانية ممكن يحط المكون كامل السميد بعد ما يحمصه. وهنا حسيتها لسه العجينة معايا لسه بدها كمان، زودت لها معلقة. بتزودوا وبتقيسوا ويديكم انتم بتعجنوا، شوفوها بدها أو ما بدها. وإذا حصلتوا وجدت معاكم كتير رخوة أو سائلة، ممكن تزودوا لها سميد أو بسكويت لغاية ما تصير العجينة تتعجن معاكم. أنا هنا العجينة شفتها كويسة، هلا راح أعجنها بيدي. هيها شوفوها كيف شكلها، راح أعجنها بيدي وأوريكم كيف صارت. وهاي العجينة بعد ما عجنتها أنا بيدي، وشوفوا كيف صارت. وما شاء الله بيجينا هيك طبق حلو ويعني كويس. وتقدروا تعملوا الشكل اللي بدكم اياه. شوفوا أنا العجينة هنا كيف وريتها لكم، سميكة وكويسة، وما مش سائلة، وما بتتلصق باليد. وبتقدروا تتحكموا فيها وبتشكلوها الشكل اللي بدكم اياه. وحبيت أكد معاكم كيف انتم بدكم تشكلوها. وكتير يعني كتير لذيذة بصراحة، كتير لذيذة طيبة مع فنجان قهوة، كتير طيبة. وجربوها، أنصحكم جربوها. وكل مكون تحسوه عطي هيك لكها. وهنا راح أوريكم كيف تعملوها المشكلات زي ما وريت لكم هيك، مثلثات. بهاي الطريقة بتمشوها، لا تعملوها كتير رفيعة ولا كتير سميكة، بتكون وسط. وبتحطوها هيك بهاي الطريقة. وكمان حبيت أوريكم واحدة تانية بهاي الطريقة. بتصففوهم على أي صينية عندكم، وممكن تخبوا الصينية تلسع أو إشي، ممكن تصبوا عليها، تحطوا عليها ورق زبدة أو بلاستيك عشان يكون سهل لإلكم. وهنا وبعد هلا خلصتهم كلهم الكمية اللي جوني.
هاي شوفوهم كيف خلص عملت أنا أكتر من سايز، ممكن تعملوهم نفس المقاس كلهم أو مختلف المقاس. وعندي هليت أهم إشي اختاروا الشوكولاتة كويسة تكون طيبة. عندي هنا شوكولاتة دوبتها بالميكروويف أو حمام مية بتدوبوها تخلوها مش كتير سائلة ولا كتير سميكة. وعندي هنا الفرشاة وراح أدهنهم هليت بالشوكولاتة. شوفوا كيف بشد الفرشاة وأدهنهم تدهين، وما هيغلبوني ولا هيعملوا معي أي إشي. شوفي كيف سهلة، كأنك بتدهني بأي إشي هيك بالفرشاة بتدهنيهم. واللي ما عنده فرشاة ممكن يستخدم الشوكة، بيمشيهم وبيجيب الشوكة عليهم بيخليهم زي الواحد بيدهنهم بعدين بزينهم زي الشوكة عشان يعطوا شكل حطب حقيقي. بتدهنيها هلا كل الوجوه هاي تدهنهم كويس، كلهم تعبيهم بالشوكولاتة بهاي الطريقة، ما تخليش أي إشي مبين منهم. خلصتهم هلا هيك شوفوهم كيف كلهم خلصتهم. هلا أنا خلصت الوجه الأول، وهليت عندي راح أحطهم تحطهم بالفريزر 5 دقايق أو بالثلاجة عادي لغاية الشوكولاتة عندي هين ما تنشف معاي ولما أمسها ما أحسهاش. وهلا أنا طلعتهم بعد 5 دقايق من الفريزر وقلبتهم على الوجه اللي كان تحت، وهلا راح أدهن كمان الوجه اللي تحت. والشوكولاتة إذا حسيتوها نشفت نفس الإشي بتعودوا تسخنوها، ما تكون كتير سخنة. وهي شفت أنا وريتكم الوجه اللي تحت وهلا بدهن الوجه اللي من فوق. والشوكولاتة نفس الإشي وأعاود أدهنهم كويس، ما بخليش أي إشي مبين منهم. هيهم كأني أدهن أي إشي عشان يبينوا زي الحطب. بعبيهم كلهم بالشوكولاتة بهاي الطريقة. وأنا خلصتهم هليت، وإذا في أي إشي مبين عندي يعني مش مدهون كويس بعاود بغلفه بالشوكولاتة. وممكن دهنوهم، وممكن هلا بحطهم بالثلاجة أو بالفريز لغاية ما تنشف معاي. وبعد ما نشفوا معاي حبيت أعمل هاي الشكل إن شاء الله يعجبكم. عملت هيك الشكل كأني أنا عاملة حطب، وتقصوهم زي ما بدكم انتم تعملوا الشكل اللي بدكم اياه. شوفوا ما شاء الله شكل هيك حبيته بهاي الشكل. حبيت اوريكم هاي الشكل انا اللي سويته، وما شاء الله اجوا كتير طيبين ولذيذين. وشوفوا كيف المنظر. وتعملون بتقصوهم اي شكل انتم بدكم اياه، وما بياخدوا منكم وقت كتير، مكونات بسيطة. وحلى الحطب كتير لذيذة ومبينة كأنها حطب حقيقي. ولا تنسوا لايك للفيديو، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. وهنا شوفوا كيف كمان صورت لكم وعملت ما شاء الله كمان اجى طبق كويس. وهي شوفوا كيف شكلهم كتير طيبين ولذيذين. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، بحبكم كتير، الله معكم.